تعالي لما اقولك، لما تشوفي اليوم عندك ملخبط ومش عارفة تعملي اكل ايه، هتعملي اسهل كفتة. حاجة كده من المطاعم الشهيرة المعروفة في مصر بتعملها بالشيء الفلاني. عندنا هنا رغيف فينو مبلول، هنبله بالشكل ده. انا كان عندي رغيف فينو اللي هو الحبة الكاملة، مش الفينو العادي، بس الفينو التاني متوفر، مفيش مشكلة خالص، هي النتيجة واحدة. هنحط هنا بصلة في الكبة مع شوية من البقدونس. عندي هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، وممكن نعمل ربع كيلو، مفيش مشكلة خالص. هحط بقى هنا العيش المبلول بتاعي. العيش المبلول ده أساسي في الوصفة، وأساسي كمان معلقة التوم المهروس دي أساسي في الوصفة. بابريكا، فلفل أسود معلقة صغيرة معلقة صغيرة، معلقة كزبرة ناشفة، 7 بهارات، ملح، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، معلقة من الثوم والبصل البودر. هخلط بقى المكونات دي مع بعضها كده في الكبة كويس قوي. الوصفة دي بسم الله ما شاء الله سهلة جدا، تتاكل بقى مع مكرونة، تتاكل سندوتشات كده في العشاء. السندوتش منها بالشيء الفلاني. هنا انا حسيت ان العجينة سهلة وطرية شوية، لاني كنت هعملها في نفس الوقت، فمش هحطها في التلاجة. فحبيت انها تكون متماسكة، حطيت معلقة من الدقيق، معلقة كبيرة، وعشان تتنفس كده معايا حطيت معلقة صغيرة من البيكنج باودر او نص معلقة كمان. اختياري بقى البصل الاخضر، لو مش متاح مش مشكلة، احنا حاطين كده كده اوريدي البقدونس المفروم. بليت ايدي بقى كده من الزيت. طبعا انا لو حطيتها نص ساعة في التلاجة كده هتكون متماسكة احسن، مش هحتاج ان انا ابل ايدي زيت ولا حاجة، وهتبتدي تتشكل معايا بكل سهولة. هشكلها كده، انا مستعجلة بالشكل ده، وهبدأ ان انا احطها في الدقيق. هتتقلب في الدقيق كويس جدا، لا حول ولا قوة الا بالله. بالشكل ده طول ما احنا بنعمل الاكل يا جماعة في ذكر الله دائما، بيكون في بركة بسم الله ما شاء الله في الاكل، والبركة بتعم على البيت كله. طبعا هنا زيت غزير، مش عايزين زيت يكون قليل، يعني الزيت يكون كمية كويسة. هنبتدي نقليه كده في الزيت. نقل الكفتة بتاعتنا بالشكل ده بسم الله ما شاء الله. شايفين لون وريحة وطعم ساندوتش بقى كده. في الساندوتش هنحط معاه بطاطس محمرة وطحينة بقى وسلطة، وبسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ما تنسوناش بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.